ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ من اكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد يركز الفترة دي ان هو لما ينزل يجيب عربية جديدة ايه التوقيت المناسب اللي ينزل يشتري فيه العربية دي. وخصوصا ان اسعار العربيات اليومين دول زي ما احنا ملاحظين كلنا عمالة تنزل يوم بعد يوم. في خبر جاي قريب قوي هيأثر جامد جدا على قرارك في شراء عربية جديدة، والخبر ده يوم الخميس الجاي تحديدا هو اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفايدة. زي ما احنا شايفين كده على مصر اليوم ان بخصوص اجتماعات البنك المركزي اللي باقيه معانا لغايه اخر السنه، معانا اربع اجتماعات: اجتماع 28/8 و2 اكتوبر و20 11 و25 12. كل الاجتماعات دي هتحصل السنه دي، يعني اول اجتماع جاي يوم الخميس الجاي 28 اغسطس. ايه بقى التوقعات اللي بيقولوها الخبراء بخصوص الاجتماع ده بالذات؟ مجلة فيتش العالمية توقعت إن الفايدة تنخفض بنسبة 4%. الكلام ده على مدار 2025، يعني في الأربع اجتماعات الجايين كلهم، وتسعة 75% في 2026، يعني تقريبا 10% السنة الجاية. وقالت إن هي كانت بتتوقع إن التضخم هيرتفع بنسبة 14. وقالت إن التضخم وقالت إن هي كان بتتوقع إن نسبة التضخم ترتفع بنسبة 1% في يوليو 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لكنها تفاجأت إن التضخم نزل وسجل 13.9، وده بسبب تباطؤ التضخم السنوي للسلع الغذائية. وقالت فيتش إن التضخم في السنة دي ممكن يقفل على 15.3 أو 14.4، وده بسبب إن التضخم هينزل في شهر 8 و9 وهيرتفع بشكل بسيط في الربع الأخير، ده بسبب زيادة تعريفات الكهرباء في أكتوبر وأسعار الوقود في نوفمبر. وبتقول إن في 26، بس ده لسه بدري عليه طبعا، إن التضخم هيبقى في حدود 10%، والبنك المركزي بيقول إنه هيبقى في حدود من 5 ل9%، بس ده في الربع من 2026. يعني فيتش بتتوقع إن الفايدة من هنا لآخر السنة تنزل تقريبا في حدود 4%. جريدة المال بتقول ايه؟ بتقول ان اتش سي تتوقع خفض اسعار الفايدة 200 نقطة اساس، يعني 2%، في اجتماع البنك المركزي القادم. بيقول الخبر ده ان هبة منير المحلل الاقتصادي الكلي بشركة اتش سي بتقول ان الوضع الخارجي لمصر مستقر وفقا للمؤشرات التالية، وعشان كده قالت ان سعر الفايدة هينزل 2% في الاجتماع الجاي. اول حاجة بتقول ان ارتفاع قيمة الجنيه 5% منذ بداية العام عشان بيوصل ل 48.6 مقابل الدولار. تراجع مؤشر مبادلة مخاطرة الائتمان لعام واحد. طبعا زيادة تحويل المصريين للخارج 13% على أساس شهري، 17% على أساس سنوي. وانخفاض صافي احتياطي النقد الأجنبي عشان يوصل عندنا الاحتياطي ل 49 مليار دولار. وكمان بتقول إن في عندنا اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 2% على أساس شهري، و72% من بداية العام، عشان تقفل معانا 14.9 مليار دولار. يعني الدولارات الموجودة في البنك قافلة معانا تقريبا 15 مليار دولار. والخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح بيقول ان احتمال البنك المركزي يخفض اسعار الفايده بنسبه 2 ل 3% في الاجتماع الجاي، ده عشان الاقتصاد بتاعنا بدأ فيه تحسن. ايه بقى العوامل اللي بتدعم تحسن الاقتصاد؟ بيقول ان التضخم عندنا في حدود 13.9 ل 14.9، بيدل ان في بداية استقرار في اسعار المستهلكين بعد فترة من الارتفاعات. وبيلفت ان الفرق بين سعر الفايدة الاسمي اللي بيبلغ 25% معدل التضخم الحالي 14% نقطة مئوية، ده فرق عالي، يعني بيديك تقريبا في حدود 10% تقدر تلعب فيهم في سعر الفايدة. والفايدة دي كبيرة قوي في الأسواق الناشئة، مما يمنح البنك المركزي هامشا واسع للتحرك عشان يقدر يجذب الأموال الساخنة زي ما احنا عارفين. بيقول بقى حاجة مهمة هنا: من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية. يعني من الآخر كده دورة الإنتاج هتبقى أسرع وهتبقى الفايدة بتاعتها أقل، وده يشجع إن يبقى فيه استثمارات أكتر وإعادة ضخ فلوس أكتر في السوق. نرجع بقى لموضوعنا، العربيات. كل ده بيقول ايه؟ بيقول ان في سعر الفايده هينزل. عربيه من العربيات الجميله المحببه قلب الناس كلها، النيسان صني. العربيه الجميله 1500 سي سي اللي بتيجي بضمان 3 سنين او 100,000 كيلو، اللي ارتفاعها عن الارض عالي والناس بتحبها وشغاله تطبيقات زي ما انت عايز. هنتكلم على الاوتوماتيك البيز لاين اللي سعرها تقريبا 700,000 جنيه. بحسبة بسيطة كده نزلت اشتري العربية دي النهاردة، العربية سعرها تقريبا 700,000 جنيه، هتدفع مقدم 30% من العربية، يعني هتدفع لك 225,000. هيتبقى عليك كام؟ هيتبقى عليك 525,000. الفايدة اللي شغالة دلوقتي في أغلب البنوك 18% على 5 سنين، فدلوقتي هتدفع لك فايدة بس على المبلغ ده 472,000 على الكام؟ على 525,000. اجمع ال 525,000 زائد 472,000، هيبقى الإجمالي معاك 997,500، ده غير المقدم اللي أنت دفعته. هنقسطه على 60 شهر، تدفع قسط كل شهر 16,625، وده تقريبا يبان قدامنا هنا على الموقع، هتلاقي في كلمة أقل تقسيط اللي هو 16,244. طيب لو دلوقتي البنك المركزي قلل الفايدة 3%،
هيبقى القسط اللي ماشي في السوق في حدود 15%. 15% ده هتعمل معاك ايه بقى؟ المبلغ ال 525,000 المتبقي عليك، اللي احنا فاكرين احنا دفعنا 30% واتبقى علينا 525,000، هتدفع عليه فايدة 393,000 جنيه. هنجمعهم على 525,000 يبقى المبلغ 918,000 جنيه. لو قسطناهم على 60 شهر هتدفع قسط كل شهر 15,300 جنيه. يعني تقريبا هتوفر في ال5 سنين 54,000 جنيه، وده في تخفيضة واحدة من تخفيضات البنك المركزي. دي فرصة كويسة، وكل ما تستنى اكتر على فكرة كل ما السعر الفايدة هينزل اكتر لغاية ما يوصل 10% زي زمان. بس ده برضو ده على المدى البعيد، ومفيش حاجة مضمونة، ممكن اي حاجة تحصل في ثانية. الاقتصاد العالمي ممكن انت مستني فترة عايز تجيب عربية دلوقتي، فالخفضات اللي زي كده هتبقى كويسة. فلو هتشتري عربية النهاردة او بكرة او لسه بتدور، استنى شوية نشوف اجتماع البنك المركزي جاي يحصل فيه ايه، وبناء على كده خد قرارك. بس ده كان كل حاجة النهاردة، اشوفك في الفيديو الجاي. كان معاكم محمد سيد، سلام.